استعدوا علشان في الفيديو ده هنتكلم عن فيلم هيشدك من أول دقيقة، هنلخصهولك بشكل سريع ومشوق وهتستمتع بالقصة من غير ملل أو تفاصيل مملة. ومن غير ما نطول كتير يلا بينا. فيلمنا بيبدأ بشخص بيجري في الغابة وهو خايف ومرعوب، وبيظهر إن هو خايف لأن في حد بيطارده وبيجري وراه، وأثناء ما هو بيجري بيتخبط في جذع شجرة وبيقع على الأرض، وساعتها رجله بتتصاب ومبيقدرش يمشي عليها، وفجأة بيظهر قدامه شخص ماسك في ايده فاس وبيخلص عليه. وبعدها بنروح لواحد اسمه راين وهو في عربيته مع حبيبته مايا، وبيكونوا طالعين رحلة سوا، وبيكون واضح إن هما بيحبوا بعض جدا، ولكن راين بيكون مركز مع مايا وبينسى الطريق. وفجأة بتظهر قدامهم عربية وبتكون هتخبطهم، ولكن السواق العربية بيتفاداهم في آخر لحظة. وساعتها راين بيتوتر ومبيكونش قادر ياخد نفسه وبيطلب من مايا البخاخة بسرعة وبتديهاله علشان يعرف يتنفس، فبيهدى راين وبيتكلموا في طريقهم. ولكن بعدها مايا بتتفاجئ إن تليفونها مفيهوش شبكة، وساعتها ما بتقدرش تحدد هما فين لأن تطبيق تحديد الموقع مش بيشتغل. وبعدها بيلاقوا يافطة على الطريق بيكون مكتوب عليها اسم المدينة والقرية منها، وبيكون اسمها فينوس وعدد سكانها أقل من 500 شخص. فبيقرروا إن هما يقفوا في المدينة دي لأن راين جعان وعاوز ياكل. وأول ما بيوصلوا للمدينة بيلاقوا مطعم وبيقفوا قدامه، ولكن لما بيدخلوا المطعم بيلاقوا كل اللي موجودين بيبصوا ليهم بطريقة غريبة ولكنهم بيتجاهلوهم وبيقعدوا علشان يطلبوا أكل. وبتيجي النادلة وبتعرفهم بنفسها وبتقول لها إن اسمها تشيلي، فبتطلب منها راين إن هي تجيب لهم فطيرة الديك الرومي وبيطلب معاها أصناف أكل تانية. فبتتلفت مايا نظرها إن هو طلب أكل كتير وده مش من عوايده، فبيقول لها إن هو نفسه مفتوحة للأكل، وخصوصا إن هما بيحتفلوا بعيد جوازهم. وبيسمعهم اتنين من اللي موجودين في المطعم وبيقولوا له إن هما عيد جوازهم النهاردة زيهم، وبيعرفوهم إن ده عيد جوازهم التاني، وبيسألوهم هما بقالهم كام سنة متجوزين. فبتقول له مايا إن هما بقالهم 5 سنين متجوزين مع بعض ولكنهم لسه ما اتجوزوش بشكل رسمي. ووقتها شيف المطعم اللي اسمها اني بتتضايق وبتسأل راين هو مستني علشان يتجوز مايا، فبيقول لها ان هو مستني ياكل الفطيرة اللي هو طلبها. فبتفهم اني ان راين مش حابب ان هو تتدخل في خصوصياتهم. وساعتها بيشوفوا صورة الشخص اللي ظهر في بداية الفيلم متعلقة على الحيطة وبيكون مكتوب عليها ان هو مختفي ومعروض مكافأة لأي حد هيلاقيه. فبتقول لهم إشلي إن الشخص ده كان جاي زيارة زيهم للمدينة، فبيضحك راين وبيسألها لو كان طلبت فطيرة الديك الرومي زيه، فاني بتفاجئه وبتقول له انها عاملة كده فعلا. فبيستغرب راين من كلامها ولكنه بياخدها مايا وبيخرجوا من المطعم علشان يكملوا رحلتهم. ولكن راين بيكتشف ان العربية عطلانة ومش بتشتغل، وبيظهر قدامهم فجأة واحد من اهل المدينة وبيقول لراين ان هو بيشتغل ميكانيكي وممكن يساعده. فبيوافق راين وبيسمح له يشوف العربية وبيفحص الميكانيكا العربية وبيعرفهم ان في قطعة بايظة ولازم تتغير، وبيقول لهم ان القطعة دي مش موجودة عنده حاليا ولكن هو ممكن يبعت مساعد بتاعه علشان يشتريها. ولكن المشكلة ان محل قطع الغيار بيكون قافل في اليوم ده، وبالتالي هما لازم يستريحوا لحد تاني يوم لحد ما المحل يفتح ويشتروا منه قطعة الغيار. فبتسأله مايا لو في فندق قريب ممكن يباتوا فيه الليلة دي، فبيقول لها الميكانيكي ان الفندق مش شغال وبيتعمل فيه صيانة، وبيعرفها ان في شخص قريب عنده بيت بيأجره. ووقتها بيكون راين بيكون قلقان من اللي بيحصل، ولكن مايا بتاخده على جنب وبتفهمه وبتتكلم معاه وبتقول له ان هم عشان يباتوا فيه. فبيقول لها ان هو مش مطمن من اللي بيحصل، لكن مايا بتقول له ان دي كل التهيؤات في دماغه مش اكتر، وبتفكره ان هم كانوا هيعملوا حادثة على الطريق واكيد في حاجة باظت في العربية. وبعدها بتتكلم مايا مع الميكانيكي وبتطلب منه يقول لهم على عنوان البيت، وبتكون إيشلي واقفة وبتسمعهم وبتقول لمايا ان هي خلصت شغلها وممكن توصلهم للبيت في طريقها. واول ما بيوصلوا عند البيت بيشكروها وبعدها بيدخلوا البيت وبيظهر ان مايا عجبها البيت جدا. ولكن راين بيتفاجئ ان التلاجة بايظة، وبتلاحظ مايا ان في ورقة على التلاجة مكتوب فيها رقم صاحب البيت، فبيخرج قدام البيت وبتتصل بيه ولكنه ما بيردش، فبتسيب له رسالة صوتية وبتعرفه ان التلاجة بايظة وبتطلب منه ان هو يجي يصلحها. وبعدها راين ومايا بيقعدوا سوا قدام البيت وبيفضلوا يتكلموا مع بعض وبيفتكروا ذكرياتهم في كل مرة كانوا بيحتفلوا بيها بذكرى ارتباطهم. وبعدها بيدخلوا البيت علشان يكملوا سهرتهم، ولكن فجأة الباب بيخبط وبيروح علشان يشوفوا مين، وبيلاقوا فيه واحد واقف قدام الباب وملامحه مش باينة بسبب الضلمة، ولكن لما بيتكلم بيعرفوا ان هي بنت من صوتها. وساعتها البنت دي بتسألهم على واحدة اسمها تمارا، فبترد عليها مايا وبتقول لها ان هي مفيش حد في البيت ده بالاسم ده، وبتقول لها ان هي اكيد غلطت في العنوان. فبتسيبهم البنت وبتمشي، لكن راين بيكون مستغرب من وجود البنت دي اصلا وبيكون عاوز يعرف هي جت منين، خصوصا وان هما في منطقة معزولة ومفيش بيوت حواليهم. فبيبص راين على البنت وبيلاقيها واقفة بعيد عن البيت، فبيشغل اللمبة اللي قدام البيت وساعتها البنت تختفي. فبيدخل راين البيت وبيكمل كلامه مع مايا،
وساعتها مايا بتفاجئه وبتقول له إن هي نفسها تتجوزه، فبيفرح راين لأن مايا كانت رافضة الفكرة دي نهائي، ومن شدة فرحته بيتخنق وما بيكونش قادر يتنفس، فبيطلب من مايا إن هي تجيب له البخاخة، ولكن مايا بتعتذر له وبتقول له إن هي نسيتها في العربية، لكن راين بيهديها وبيقول لها إن هو شاف موتوسيكل قدام البيت، وهو بيعرفها إن هو ياخد الموتوسيكل ده ويروح يجيب البخاخة من العربية، فبتطلب منه مايا إن هو يجيب لها أكل معاه. وبعد ما راين بيمشي بتتصل مايا بواحدة صاحبتها وبتتكلم معاها، وأثناء المكالمة بتسمع صوت حد بره البيت، فبتفتكر إن هو راين وبتنهي المكالمة مع صاحبتها وبتقوم علشان تشوفه، لكنها مش بتلاقيه ومش بتلاقي الموتوسيكل، وبعدها بتلاقي الباب بيخبط، فبتروح تفتح وبتكون فاكرة إن هو راين، لكن فجأة بتسمع صوت نفس البنت اللي هي سألتها عن تمارا، فبتترعب مايا وبتقولها إن هي قالت لها قبل كده إن تمارا مش هنا، وبتبص من عين الباب ولكن البنت بتحط إيديها علشان مايا ما تشوفهاش. وفي نفس اللحظة دي بيظهر شخص مجهول جوه البيت وبيعدي من ورا مايا من غير ما تشوفه، وبعدها بتتأكد مايا إن البنت مشيت من قدام البيت وبترجع تقعد على الكنبة، ولكنها بتتفاجئ إن تليفونها مش موجود في مكانه، فبتقوم علشان تدور عليه لحد ما بتلاقيه في مكان تاني. وقتها مايا ما بتشغلش بالها وبتكون فاكرة إن هي حطيته في المكان ده ونسيته، ولكن فجأة بتسمع صوت حد بيغني بره البيت، فبتروح تبص من الشباك ولكنها مش بتلاقي حد، فبتصل براين ولكنها بتلاقي تليفونه مقفول، فبتسيب له رسالة وبتقول له إن البنت اللي بتدور على تمارا رجعت تاني، ده غير إن في أصوات غريبة حوالين البيت، وبتقول له إن هي خايفة جدا وبتطلب منه يرجع البيت بسرعة. وبعدها بتدخل مايا سيجارة ممنوعات على أمل إن هي تهدى أعصابها. في الوقت ده راين بيوصل للعربية وبيفتحها وبياخد منها البخاخة، لكن فجأة بيظهر له الميكانيكي وبيقول له إن هو كان لازم يتصل بيه قبل ما يجي، وبيعرفه إن هو افتكره حرامي وكان هيضربه، فبيعتذر له راين وبيسيبه وبيمشي. وبعدها بيروح راين على المطعم علشان يجيب الأكل والمية اللي بتكون وقتها بتاخد حمام مش بتاخد بالها من الشخص المقنع اللي واقف بيتفرج عليها، ولما بتخرج مية من الحمام النور بيتقطع، فبتنور كشاف تليفونها علشان تدور على لوحة الكهرباء، وبتمشي في البيت وهي مرعوبة لحد ما بتوصل لمكان لوحة الكهرباء، وساعتها بتشوف قدامها أقنعة مخفية كتير ولكنها ما بتشغلش بالها، ولكنها فجأة تليفونها بيقع على الأرض وبتوطي علشان تجيبه، ولما بتقف تاني بتلاقي قدامها بنت لابسة قناع مخيف، فبتصرخ مية وبتجري من المكان بسرعة وبتطلع تستخبى في الأوضة. وبعد شوية وقت بتسمع صوت حد جاي من الدور اللي تحتيها، وفجأة باب الأوضة بيتفتح وبتلاقي راين قدامها، فبترمى نفسها في حضنه وبتنهار من العياط، وبتسأله لو كان شاف حد في البيت، فبيهديها راين وبيقول لها إن هو مفيش حد تاني في البيت غيرهم، فبتاخده وبتروح توريله المكان لوحة الكهرباء. وأول ما النور بيشتغل بتحكي له مايل راين على اللي حصل. وقتها راين بيلاحظ إن في صورة على الحيطة لبنت لابسة قناع، فبيقول لها إن أكيد شافت الصورة كان هي حد قدامها، وبيسألها لو شربت ممنوعات بعد ما هو مشى، فبتقول له إن هي عملت كده فعلا، فبيقول لها إن دي تبقى أكيد تهيؤات حصلت لها. وأثناء ما هما بيتكلموا بيسمعوا صوت خبط أوي على الباب، فبيتعصب راين وبيروح يفتح الباب وبيلاقيها نفس البنت اللي بتكون واقفة بعيد، فبيقرب راين ناحيتها وبيفضل يزعلها، فبتخاف البنت منه وبتجري جوه الغابة. وبعدها راين ومايا بيدخلوا البيت وبيقعدوا ياكلوا سوا، وبيترعبوا لما بيلاقي فرخة مذبوحة متعلقة في السقف، وبيتحركوا بسرعة علشان يقفلوا الباب والشباك، لكن مايا بتلاقي فاس بيخترق الباب فجأة، فبتصرخ وبترجع لراين، وساعتها بيشوفوا راجل لابس قناع بيكسر الباب بالفأس، وبيجروا بسرعة وبيطلعوا للدور اللي فوق وبيستخبوا في الأوضة. وفي نفس الوقت الشخص المقنع بيكسر الباب وبيدخل وبيظهر البنت المقنعة جوه البيت وبتكون ماسكة في ايديها سكينة، وبنروح لراين ومايا واللي بيكونوا قاعدين في الأوضة ومرعوبين، وفجأة بيجي الشخص المقنع وبيكسر الباب عليهم لكنه بيقف قدامهم وبعدها وبيسيبهم وبيمشي، وبيفضل راين ومايا في الأوضة خايفين يطلعوا أي حد صوت لحد ما بيحس راين إن مفيش صوت تحت، وبياخد مايا وبينزلوا بهدوء علشان محدش يحس بيهم. وساعتها راين بيشوف تليفونه وبيروح علشان ياخده ولكنه بيلاقيه مكسور، فبيسيبه وبياخد مايا وبيخرجوا بره البيت وبيجروا ناحية الموتوسيكل عشان يهربوا، ولكن فجأة الموتوسيكل بينفجر وفجأة بيظهر الشخص المقنع من وراه، فبيخاف راين ومايا وبيرجعوا للبيت تاني وبيدخلوا جوه الحمام وبيستخبوا فيه. وقتها مايا بتقول لراين إن شيلي قالت إن صاحب البيت ده صياد، وده معناه إن أكيد في سلاح في البيت، وبتلاحظ مايا فتحة التهوية وبتفتحها علشان يهربوا منها، وبيتحركوا سوا تحت البيت بهدوء شديد علشان محدش يسمعهم، وبيكون المكان مليان فيران بتمشي عليهم، ولكن راين ومايا بيستحملوا وبيكملوا في طريقهم، ولكن مايا بتدوس على مسمار بالغلط وبيدخل جوه ايديها، فبتصرخ ولكنها بتكتم صرختها بسرعة، وساعتها البنت المقنعة بتسمع صوتها، فبيطلب راين من مايا ان هي تستحمل وما تعملش اي صوت علشان محدش يعرف مكانهم. وبعدها البنت المقنعة بتروح ناحية البيانو وبتعزف عليه، فبيستغل راين الفرصة وبيشيل المسمار من ايد مايا، بعدها بيربط لها ايديها وبيكملوا في طريقهم لحد ما بيخرجوا من تحت البيت، وبيجروا
بسرعة ناحية المخزن، ولكن راين بيقع على الأرض وبتقع منه البخاخة من غير ما يشوفها، وبيجروا بسرعة ناحية المخزن وبيدخلوا جواه علشان يدوروا على سلاح، ولكن المخزن بيكون ضلمة ومش بيكونوا شايفين حاجة. فبيطلع مية الولاعة عشان تنور لهم، وقتها بتكون البنت المقنعة واقفة وراهم ولكن هما مش بيشوفوها. وبعدها بيدخلوا بيدوروا على أي حاجة يدافعوا بيها عن نفسهم، وبيلاقي راين فاس وبيحتفظ بيه، ولكن بيحس بتعب شديد لأنه اتصاب في رجله لما وقع، وبيقعد علشان يستريح. فبتقعد مايا جنبه وبتعتذر له لأن هي اللي صممت إن هما يباتوا في البيت ده، لكن راين بيهديها وبيقول لها إن هي ملهاش ذنب، وبيسيبها وبيقوم علشان يدور على السلاح. وبعدها البنت المقنعة بتظهر قدام مايا، وفجأة بيكسر الشخص المقنع الشباك وبيمسك مايا وبيخنقها، لكن بيجي راين بالبندقية وبيضرب نار على المقنع ولكنه مش بيسيبه. وساعتها راين بيجري على مايا وبيحضنها، وبعدها بيخرجوا للغابة وبيتحركوا بهدوء علشان يهربوا من المكان من غير ما حد يشوفهم، لكنهم بيسمعوا صوت حد عند الباب. فبيقرب راين منه وبيظهر قدامه، وفجأة بيضربه بالنار وبيموته. وبيكون راين فرحان جدا لأنه اتخلص من واحد فيهم، لكن مايا بتقوله إن الشخص اللي هو قتله ده يبقى صاحب البيت اللي كان جاي عشان يصلح لهم التلاجة. فبينصدم راين لما بيعرف إن هو قتل شخص بريء، ولكن مايا بتهديه وبتقوله إن هو كان بيحاول يحميهم. وفجأة بيشوف راين مفتاح عربية صاحب البيت، فبياخدها وبيروح هو ومايا على العربية وبيركبوها. وساعتها مايا بتلاقي تليفون صاحب العربية قدامها، فبتمسكه علشان تتصل بالشرطة، ولكن فجأة بتحدف عليهم صخرة وبتكسر إزاز العربية، وبيظهر قدامهم الشخص المقنع والبنت اللي معاه. فبيتحرك راين بالعربية وبيهربوا من المكان بسرعة، ولكن فجأة بتتخبط فيهم عربية قوية وبيكونوا سايقين الشخص المقنع. وساعتها بيزنق عربيتهم عند الشجرة وبيفضل يخبط فيها بالشاحنة، ووقتها رجله بتتحشر في باب العربية. وساعتها راين بيطلب من مايا إن هي تخرج من الشباك وتسيبه وتهرب، فبتسمع مايا كلامه وبتسيبه وبتجري جوه الغابة. وبعدها بيمسك راين البندقية وبيصوبها ناحية الشخص المقنع ولكنه مش بيلاقيه، وفجأة بيظهر قدامه وبيكسر إزاز العربية بالفاس، فبيضربه راين بطلقة ولكنها مش بتيجي فيه. وبعدها راين بيشوف المقنع وهو بيجري ورا مايا، فبيضرب باب العربية بكعب البندقية وبيحرر رجله، وبعدها بيكسر إزاز العربية وبيخرج منها وبيروح ورا مايا علشان ينقذها. في الوقت ده مايا بتكون بتجري في الغابة وبتعرف إن في حد بيجري وراها، فبتنزل في مكان وبتغطي نفسها بأوراق الشجر، وبيجي ولد مقنع وبيقف قدام المكان اللي هي مستخبية فيه. وبنعرف هنا إن المقنعين بيبقوا 3 أشخاص، وبيظهر إن الولد المقنع ده ما شافش مايا وبيسيب المكان وبيمشي. وبعدها مايا بتطلع التليفون اللي معاها وبتتصل بالشرطة، ولكنها بتترعب لما بتلاقي جنبها جثة متحللة، وبتكتم صرختها علشان محدش يحس بيها. وبعدها بتكمل مكالمتها مع الشرطة وبتعرفهم إن هم بيتعرضوا للمطاردة، وبتوصف لهم مكانهم، لكن الشبكة بتكون وحشة جدا ومبتعرفش مايا تكمل المكالمة. فبتقوم من مكانها وبتفضل تجري جوه الغابة لحد ما بتقف بين الأشجار علشان تشوف لو في حد بيطاردها. وفجأة بيظهر قدامها الولد المقنع وبيضربها ضربة قوية وبيغمى عليها. أما راين فبيجري في الغابة وهو بينده على مايا، وفجأة بيحس بضيق نفس فبيحط إيده في جيبه علشان يطلع البخاخة، ولكنه بيتفاجئ إن هي وقعت منه، وكمان بيتفاجئ إن مش فاضل غير طلقتين اتنين، فبيكمل في طريقه ولكنه بيتعب وبيقع على الأرض. وساعتها بيلاقي جنبه إزازة مية صغيرة، فبيفضي المية اللي فيها وبيستخدمها بدل البخاخة. وبعدها بقى بيقوم بيكمل في طريقه يدور على مايا، وفجأة بيلاقي قدامه البنت المقنعة، فبيرفع عليها البندقية وبيسألها عن مكان مايا، ولكنه بيتفاجئ إن البنت مش خايفة منه وبتمسك البندقية وبتقربها منها وكأن هي بتطلب منه يقتلها. فبيزعق لها راين وبيقول لها إن هو هيقتلها فعلا لو ما قالتش على مكان مايا. وفجأة بيظهر الشخص المقنع وبيضرب راين وبيفقد الوعي، وبعدها بيفوق راين وبيلاقي نفسه مربوط في كرسي جنب مايا واللي بتكون مربوطة زيه. وساعتها هما الاتنين بيعيطوا بسبب اللي حصل لهم، ولكن راين بيقول لها لمايا ان هو بيحبها وبيعرض عليها الجواز، وهي بتقول له ان هي كمان بتحبه وبتوافق على الجواز منه. وفجأة بتيجي البنت المقنعة وبتطعن راين بالسكينة، وبعدها بيقرب الشخص المقنع من راين وبيوقعه على الأرض، وبيموت راين قدام مايا واللي بتنهار من العياط، وبتسألهم هما ليه بيعملوا فيهم كده. فبيقرب منهم البنت المقنعة وبتقول لها عشان هما سكنوا في البيت ده. وبعدها الشخص المقنع بيقطع مايا بالسكينة وبيوقعها على الأرض، وفجأة بيسمعوا صوت عربيات الشرطة بتقرب من المكان، فبيتحركوا بسرعة وبيخرجوا من البيت وبيركبوا الشاحنة وبيهربوا من المكان بسرعة قبل ما الشرطة تشوفهم. وبعدها بنشوف مايا وهي في المستشفى، ولما بتفوق بتتحرك على السرير وما بتشوفش الشخص المقنع واللي بيكون نايم جنبها. لو عجبك الملخص خليك معانا علشان تشوف كل جديد في عالم الأفلام، وما تنساش تدعمنا بلايك واشتراك، واستنونا في الفيديو الجاي مع ملخص جديد.